الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 52 جنيه و42 قرش في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم لمتابعة أحدث أسعار الدولار في مصر لحظة بلحظة. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن سعر الدولار اليوم. يا ترى الاستقرار ده هيستمر ولا الدولار ممكن يتحرك بقوة بعد انتهاء الأجازة؟ سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل 52 جنيه و29 قرش للشراء، 52 جنيه و42 قرش للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52 جنيه و29 قرش للشراء، 52 جنيه و39 قرش للبيع. سعر الدولار في البنك مصر سجل 42 جنيه و29 قرش للشراء، 42 جنيه و40 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 52 جنيه و19 قرش للشراء، 52 جنيه و29 قرش للبيع. وبكده نلاحظ إن الدولار مستقر تقريبا في كل البنوك المصرية، وده طبيعي جدا بسبب توقف الشغل في البنوك خلال أجازة العيد. وكل التوقعات بتشير إن السوق ممكن يشهد تحركات جديدة مع رجوع العمل تاني يوم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عايز تتابع أسعار الدولار أول بأول اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن أخبار الدولار أول بأول. مع السلامة.